الحلقة يلي استفزت الملايين، ليش ما عجبتكن؟ اسم المسلسل ما تراه ليس كما يبدو. يعني الكاتب والمخرج بدهن إياكن تفكروا خارج الصندوق. المسلسل رائع، وهاي الحلقة أنا عجبتني كتير. حلقة نور مكسور، بتبدأ الحلقة من صبية مثل القمر داخلة على مصحة نفسية، مبين عليها الحزن والتعب. أول ما بتدخل بتحكي للموظف أنا عايزة أبقى كويسة. في أول جلسة مع الطبيب ما بتكون متشجعة إنها تحكي، بتقول أنا ضعيفة، بدي أرجع مثل ما كنت، أنا دمرت حياتي، أنا رحت لعنده وما حدا جبرني. نور بترجع بذاكرتها للماضي، بتكون بنت حلوة كتير ونشيطة وبتحب الحياة. مدير الشركة يكرم أفضل 3 موظفين عنده، وبتكون نور من ضمنهم. شو هالمدير؟ المكافأة سيارة جديدة ومبلغ مالي من 6 أصفار. رفيقتها ليلى بتكون عم تطلع عليها بكل حسد. بس حابة أوضح لكم، الحلقات فايتة في بعضها بين ماضي نور الحلو وحاضرها المخيف. أول ما تطلع نور من المسرح بتروح لعند رفيقتها ليلى. ليلى لما بتفتح لها الباب بتتلبك كتير. نور بتحكي لها لا تخافي، ما رح أعمل لك شي، أنا ما رح حاسبك على الماضي، الماضي راح، خلينا في الجاي. هون بينتهي المشهد. نور بتكون عايشة مع أمها، بتحكي لأمها إنها رح تترك البيت. أمها بتزعل منها وبتحكي لها البنت غلطة تعيش لحالها، المجتمع مستحيل يحترمها، أنا وإنت لحالنا، ليش بدك تطلعي تعيشي لحالك؟ ما بترد على كلام أمها، تاخد أغراضها وبتطلع من البيت. بيدق البواب على بيت نور، لأنها موقفة سيارتها في مكان غلط ومسكرة على سيارة شاب. لما بتنزل لتحرك سيارتها الشاب بيعصب عليها. نور مع إنها غلطانة ما بتقصر مع الشاب، بتغلط عليه وبتبهدله. ولأنه المثل بيقول لا تاخد رفيق إلا من بعد خناقة، ولأنهم جيران بنفس الشارع، بتعتذر نور من كريم وبصيروا رفقات، وبتطلب منه يعلمها على الجيتار. هو وعم يعزف كريم، نور بتسرح وبتتذكر شاب اسمه يوسف، كانوا خاطبين وواضح العشق والغرام يلي كان بينهم. يوسف مجهز مفاجأة لنور، وأخيرا اشترى بيت أحلامهم. بيقاطعها كريم وبيسألها وين سرحتي؟ ولما بيشوفها مو مبسوطة بيحاول يسعدها في كل الطرق، بيطلعها مشوار وبيهديها جيتار كتير غالي على قلبه لأن أمه جابت له إياه هدية. ولما بيرجعها على البيت قبل ما تنزل بيحكي لها أنا بلشت حبك. نور بتخاف كتير وبتتذكر السبب يلي خلاها تدخل المصح. المشهد ما بيكون واضح كامل، نور نايمة على السرير وفي دم، وبتهجم على رجال شكله مو واضح، بتصرخ ليش عملت هيك. نور بتنزل من سيارة كريم دون ما تحكي ولا حرف، وبتضل أيام ما بتحكي معه ولا بترد على اتصالاته. بيبعت لها رسالة وبيقلها ما في داعي إنك تبعدي، نحن ممكن نكون رفقات، أنا بعتذر إني تسرعت وقلتلك إني بلشت حبك. بتوافق نور وبتطلع مشوار مع كريم، وبيتفقوا إنهم يكونوا رفقات وبس. بيعرض كريم على نور يكون دكتورها وتحكي له شو مزعلها. تعجبها الفكرة كتير، بتغمض عيونها وبتحكي لكريم كل شي من لما كانت طفلة، كيف عاشت دون أب وقديش كانت متعلقة في والدها. والدها توفى من هي وصغيرة، وهذا الشي كتير أثر عليها. كانت أي حدا تتعرف عليه تدور على والدها جواته، بس ما في حدا مثل الأب. وحكت له عن حبيبها يوسف، كيف كان عصبي كتير ويغار عليها، مع هيك كانت تحبه. وعن شغلها، كانت ناجحة، ومديرها رامي كان يعاملها كأنها بنته، كانت تحس في الأمان معه وعوضها عن غياب والدها. وفي يوم اتخانقت مع خطيبها يوسف، بس مديرها في الشغل بيتدخل وبيصلح بينهم. مديرها رامي بيحكي ليوسف نور بنتي، ولو زعلتها رح زعلك. وفعلا يوسف ونور بيرجعوا مثل أول وأحسن، وبتقوى علاقتهم. بس كان يغار من رامي كتير، ودائما ينبه نور منه إنه مو مرتاح له. وفي يوم مديرها رامي بيعزمها على العشاء، بس مو في مطعم، في بيته. أول شيء بتتردد، بس رفيقتها ليلى بتحكي لها عادي روحي، انت مثل بنته، أهم شيء ما تحكي ليوسف لأنه رح يغار ويوجع لك راسك. بتروح نور على بيت مديرها رامي، ولما بتدخل بتنصدم
إنه لحاله ومرته مسافرة. بيقوم رامي عشان يعمل لها عصير. بعد ما تشرب العصير بتحس بدوخة وبتنام. ولما بتصحى نور في بيت رامي بيكون اعتدى عليها. لما بتحاول إنها تفضحه بالشغل، رفيقتها ليلى بتكذبها وبتوقف مع المدير وبيقلعوها من الشغل. كريم كتير بيكون متأثر ومصدوم من الكلام يلي سمعه، وبيبكي على نور ويلي عاشته. بيحكي لها انت لازم تنتقمي وأنا رح ساعدك. بنرجع شوي لورا لليوم يلي طلعت فيه نور من المصح. لما راحت لعند رفيقتها ليلى، تحكي نور لرفيقتها ليلى: أنا رح سامحك، بس بدك تساعديني انتقم، وهي آخر فرصة لإلك، أو بنتك رح تعيش يتيمة. أنا مجنونة وبعملها. ليلى بتحكي لنور إنه رامي عنده نقطة ضعف وحدة، وهي ابنه كريم. يعني من البداية نور كانت مخططة لكل شيء. أخذت بيت بنفس الشارع يلي فيه بيت كريم علشان تقرب من كريم وتنتقم من مديرها رامي. نرجع للحاضر. كريم بيحكي لنور: أنا بحبك، ما رح أتخلى عنك، ورح ساعدك تنتقمي، ورح نتزوج. نور محتارة بين انتقامها وحب كريم إلها، والفرق بين كريم وحبيبها يوسف. لأن يوسف أول ما عرف إنه رامي اعتدى عليها بيسمعها كلام جارح كتير: رامي ما اعتدى عليكي، انت رخصتي حالك، رحت فرضاك لعنده، ولما دخلت على البيت ومرته ما كانت موجودة، ليش ما طلعتي؟ ليش ضليتي؟ ما عندك عذر، انت غلطتي وتحملي نتيجة أفعالك. بس كريم ما حاسبها على الماضي، وقف معها ودعمها. حكت له أهلك ما راح يوافقوا نتزوج. حكالها: اعتبري إنه ما عندي أهل. تنصدم نور من كلماته: كيف يعني ما عنده أهل؟ تسأله: شو يعني ما عندك أهل؟ بس بيتهرب وما بيجاوب. نور تعلقت في كريم كتير، بس هذا الشيء ما خلاها تغفر لرامي أو تنسى انتقامها. نور بتروح على بيت كريم وبتاخد معها صندوق فيه ممنوعات وبتحطه في بيت كريم دون ما ينتبه. وفي اليوم الثاني بتتصل نور على الأمن وبتبلغ عن كريم. بعد ما تبلغ عن كريم بتكون كتير حاسة بالذنب. كريم ما أذاها، كان كتير لطيف معها، شو ذنبه لو أبوه وحش؟ تتصل على رقمه كتير بس كريم ما بيرد. بتروح نور لعند طبيبها وبتحكي له: أنا ما تعافيت، مع أني انتقمت بس ما تعافيت. بيحكي لها الطبيب: الانتقام مو علاج، العلاج الحقيقي إنه نسامح حالنا، نعطيها فرصة تتعافى وتسامح. وبالليل بيرن جرس بيت نور، وأول ما تفتح بيكون كريم ومعه الصندوق يلي فيه الممنوعات. نور بتكون كتير خايفة ومتلبكة. بيحكي لها: لا تخافي، الصندوق فاضي، أنا فاهمك من أول يوم، أنت ممثلة فاشلة. في البداية فكرتك عم تكذبي وبدك تبتزي والد الرجال الغني، بس لما سمعت قصتك صدقتك، لأن والدي أسوأ إنسان في الكون. أنا بكرهه أكتر ما أنت بتكرهيه. تعالي اليوم نتبادل الكراسي، مثل ما كنت أنا دكتورك كوني دكتورتي اليوم، واسمعيني مثل ما سمعتك. أنت والدك كان مصدر أمانك وكان أحلى شي في حياتك، بس أنا والدي كان مصدر الرعب إلي، رجال محترم قدام الناس وشيطان في البيت. ضرب ماما وخانها وأذاها كتير، تحملته عشاني، وفي الأخير رمانا في الشارع. أنا ذنبي الوحيد في الحياة إني ابنه. يعني كريم ونور طول هاي الأيام عم يقربوا من بعض عشان ينتقموا من رامي. كريم بيحكي لنور: نحن هدفنا واحد، أنا بدي دمر رامي، بس ما بدي دخله السجن، بدي آخذ منه كل فلوسه لأن هي حقي وحق ماما. بيرسموا ألف خطة عشان ينتقموا. وبين الانتقام والحب كريم بيعرض الزواج على نور. في البداية بتفرح من طلبه، بس بتحكي له: مستحيل، كل ما أطلع بعيونك رح أتذكر رامي. كريم بيوعدها إنه يخليها تنسى كل الماضي. كريم خلاها تولد من أول وجديد وعطاها أمل في الحياة. بيستعين كريم ونور في ليلى وبيعملوا خطة عبقرية عشان ياخدوا كل أملاك رامي. وفعلا تنجح خطتهم، شريك وهمي وصفقة وهمية. وفي نص الاجتماع وبعد ما تحولت كل أملاك رامي لكريم، بيدخل كريم ونور، بيطلع فيهم رامي هو مصدوم. بيحكوا له: بارك لنا، رح نتزوج. وبتطلب نور من رامي يشيك على حسابه، ولما بيشيك على حسابه صدمة ورا صدمة. بيطلب كريم من نور
تطلع وتتركوا مع والد ورامي لحالهم. تطلع نور. جاهزين تسمعوا النهاية؟ كريم مدمن ممنوعات وقمار، وأسوأ ابن ممكن رب العالمين يرزقه الأهل. كل شي حكى لنور كان كذب، حتى أمه ما سلمت من شره. كان يسرق مصاريها ويروح يلعب فيهن قمار. والصدمة الأكبر، رامي بريء. يوم الجريمة البشعة كريم حط في العصير منوم لوالده رامي ولنور، وهو يلي اعتدى على نور. والأبشع من هيك، كل هذا الشيء كان في اتفاق مع ليلى، رفيقتها الوحيدة. ليلى كانت عم تشتغل من البداية لصالح كريم. رامي بيكون منهار ومكسور على الأخير، ما همه مصاري اللي خسرها، ما همه ولا شيء. بيطلع بابنه وهو عم يبكي، بيقول له بترجاك تبعد عن نور. نور بنت مسكينة ما رح تتحمل شرك. بيضحك كريم وبيطلع لعند نور. بتكون معطوته في السيارة. أول ما يطلع بتحكي له بحبك، بيرد وأنا كمان. النهاية زعلت المشاهدين. النهاية واقعية، وهذا يلي صار ورح يصير. من إمتى البنت قاعدة تروح على بيت رجال، أو تسكن لحالها، أو حتى يكون عندها رفيق شاب؟ شو المفروض تكون النهاية لو كانت البداية غلط؟ بكفي نصدق المسلسلات التركية وكذبة الحرية. خدعوك وقالوا لك عادة تسلمي حالك لشاب لأنه في النهاية رح يتزوجك. والله كله كذب. ما رح يتزوجك، ولو تزوجك ما رح يحترمك. في الزمن يلي نحن فيه، في مليون كريم بتفكريه ملاك بس بالحقيقة هو شيطان. وفي مليون رفيقة بتفكريها ليلى بس بتكون الذئب يلي غدر فيك. رامي تحمل إنه يكون هو المجرم والمعتدى وشال غلط ابنه لأنه أب. لما عرف إنه ابنه كريم هو اللي اعتدى على نور، ما موته ولا سلمه للشرطة. ما حدا رح يموت ابنه عشانك. وكريم رح ياخد الفلوس ويرمي نور، لأن يلي ما فيه خير لأهله ما فيه خير لبنات الناس. وهيك خلص المسلسل. انتو شو رأيكم؟ شو لازم تكون النهاية؟